اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد. يلا نشوف فيديو النهارده بيتكلم عن ايه. عايزه اقول لكم قبل ما ابدا الفيديو، عايزه اقول لكم وحشتوني كتير 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 خالص. تمام، وحشني التصوير وحشني التسجيل معاكم، وحشني كومنتاتكم، وحشني حاجات كتير قوي في اليوتيوب. عامه يعني اليوتيوب كله وحشني. تمام. بس يعني انتوا عارفين بقى ان احنا اليومين دول مضغوطين، احنا مش عارفين احنا في رمضان ولا في شم النسيم ولا داخلين في العيد الكبير ولا ما بينهم امتحانات. تمام، ولا انا اخد الاجازه وبنحضر بيحجزوا الدروس بتاعه السنه اللي هي تبدا 2026 ان شاء الله عليكم بخير. فاحنا مش فاهمين حاجه، فاهمين اللي هو يعني احنا الدنيا مضغوطه معانا بس مش عارفه ليه. غيابي بقى عن اليوتيوب بسبب ممكن يعني وقت كان موبايلي بايظ، وقت تاني النت مش موجود، في مشكلة في النت، وقت تاني مش فاضيين أساسا. طبعا في أفكار وفي حاجات كتيرة أوي كنت محضراها، كل ده طبعا بعد ما بحضر له بيبوظ على الفاضي، لأن في حاجات بتيجي في وقتها. يعني أنا ببقى عاملة مثلا، ممكن أكون مصورة فيديوهات في رمضان، فهي تخص رمضان ما تخصش أيام تانية، فما بعرفش أنزلها. فكده يعني، فسامحوني واعذروني بقى. وكل الناس اللي بعتت لي رسائل: انت ليه مش شغاله؟ انت قناتك بتقع، انت ريتش عندك بعض في الضياع. كل الناس اللي قالت لي الكلام ده طبعا انا محترمه كلامكم وكل كلامكم على راسي. في ناس قالت لي بيع القناه، مشغليش على تاني، بس طبعا انا مش هبيع القناه، ولا حتى لو ما دخلتليش اي حاجه خالص. علشان انا القناه ديت يعني يعتبر كل حاجه اللي عليها ذكريات، انتوا فاهمين؟ يعني عليها حاجات لولادي من وهم لسه اطفال. اصلا كانت فكره القناه ديت، انا لما كنت حبيت افتح قناه ما كنتش فاكره ان هي تبقى شغل وحاجات كده. انا كنت فاتحاها في الاول لما بدانا ننزل فيديوهات عليها، كنا عاملينها خاص ان هي فيديوهات ولادي بس عليها، محافظاها عليها، منين ما عاوزها اجيبها، ما كانش حد بيشوفها. بس بعد كده لما اتعملت القناه واتفعلت عليها، تمام، آه يعني بقت امر واقع بقى ان هي خلاص قناه شغل. تمام. فخلينا متفقين ان كل الناس اللي قالت لي بيع القناه، انا مش هبيع القناه، حتى لو مش هشتغل عليها، بس مش هبيعها. وتعرض عليا ان انا ابيع القناه وتعرض عليا فلوس فيها، وانا مش هبيع القناه يا جماعه. لكل الناس اللي مصممه اني ابيع القناه، والله والله ما هبيع القناه. تمام. وكل الناس اللي بتفكر ان انا مش بنزل شغل يبقى انا كده خلاص وقفت شغل في اليوتيوب. لا، ما وقفت الشغل في اليوتيوب، الحمد لله لسه موجوده ولسه هنزل شغل ان شاء الله. وادعوا لي، ادعوا لي كتير، عشان انا كل ما بقول هنزل وبحضر وبعمل ما بيحصلش حاجه. فما اعرفش ليه، يعني دايما الحاجه اللي بقول عليها ما بتتمش. فاخد قرار بقى ان احنا ما نقولش حاجه، نعمل على طول نفاجئكم بقى. تمام. بس عايزاكم تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم. واول حاجه بدات معاكم كده، انتوا عارفين بقى ان احنا على سكه و... واكتر حاجه الناس اللي هي اللي في عارفين البلكونات اللي تحت دي ما بتبقاش متبهدله قد الناس اللي فوق خالص. طبعا احنا فوق مننا للسما، تمام، في العالي يعني، طبعا دايما في العالي يا جماعه. احنا مش غرور ولا حاجه، بس ده كبرياء يعني. مش كبرياء برضه عشان ما حدش يفهمني غلط. بس هو عارفين اللي هم الناس اللي فوق دول دايما متبهدلين تراب في الشتاء في اي حاجه، دايما متبهدلين. يعني البلكونه دي انا بسقها الصبح وبالليل واخر النهار وفي كل وقت. تمام. دلوقتي بقى احنا بنعمل ايه؟ بنبدأ تحضيرات للعيد الكبير، اللي هي ايه؟ اولا مش تحضيرات عيد كبير ولا حاجه، لان احنا داخلين في مرحله امتحانات، فانا مش هحسبها تنظيفات للعيد الكبير، انتوا فاهمين؟ انا هقول لكم الشقه متبهدله واحنا بننضفها تنظيف عميق بس كده، مش اكتر يعني. مش عايزه اخدكم اقول لكم ان كل دي كركبتنا احنا والفضلات بتاعتنا والحاجات، انتوا فاهمين، ولادي والورق والحاجات بتاعت الكتب وكده يعني. بس فانا قلت بقى البلكونه بتاعتنا دي عايزه اقول لكم الصبح تتسيق وبالليل تتكنس وتتسيق، وبعد الفطار يعني وصفه موصوفه لي ان انا كل يوم لو عملتها دلوقتي كمان 5 دقايق ادخل عليها لما مليانه تراب برضه اعملها تاني عادي، مفيش مشكله. بس المهم ربنا يدينا الصحة ونعمل. أهم حاجة بقى عايزاكي تتشجعي وتاخدي باور وطاقة، وبما إننا في حر بقى وأنت مش طايقة نفسك، ومعرفش إيه الحر اللي كبس مرة واحدة، يعني ما خدناش على الهادي كده، لأ ادانا مرة واحدة. تمام. قلت بقى امسك بقى الشقة، بما إن الجو حر أصلا وأنا مش طايقة نفسي ولا طايقة الولاد ولا طايقة أي حد حواليا. رحت قايمة بقى كده متنشطة، وعاملة فنجان قهوة شرباه بعد ما فطرنا وكله تمام. أول حاجة بعملها في يومي إن أنا بمسك معتز أديله درس محترم. ليه؟ لان انا وديته الاربع مدرسين وما نفعناش مع بعض. من الاخر ما اعرفش، مش جاي معاه سكه، اي واحده من المدرسين مش مرتاح معاهم ولا هم مرتاحين معانا الصراحه، مش عايزه اظلمهم يعني. بس المهم بقى قلت بقى امسك الفرشه اشيلها واهوي الدنيا وامسح الارضيه.
بحيث ان احنا السجاد بقى ايه، الجو حر، كنت هنا هتشقلب شقلبه محترمه، بس الحمد لله ربنا ستر. بصوا احنا ولادي بيذاكروا هنا، فتلاقي ورق في الارض واكياس، كنت طالبه حاجات وكده، وده اللي هو عارفين الكياس اللي هي بتفرقع دي، هو ده كان معتز بيلعب بيها، وفي الاخر قال لي مش انت كده كده هتنفضي السجاد وهتشيلي، انا رميت لك في الارض كل حاجه، بكل بساطه كده، عارفين اللي هو ايه، عايزه ادغدغ دماغي دغاديغ كده في الحيطه. اه والله العظيم. بس المهم يعني ربنا يهديهم وخلاص، مش مشكله، واحنا ربنا يدينا الصحه. هتقولوا لي طب ليه شلت السجاد من غير ما تشفطيه بالمكنسه او تكنسيه؟ هقول لكم انا خدته ونفضته كده 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 وهو واقف كده، وبعد كده حطيته على سور البلكونه، وبصيت تحت كويس يمين وشمال وشرق وغرب كده على الناس اللي تحت مننا، علشان ما يحصلناش مشكله، انتوا فاهمين. فبالمنفضه بقى وتك تك تك تك، ما خليتش فيه اي حاجه. ليه بقى؟ المكنسه عندنا ممله، ومش هحكي لكم تفاصيل عشان ما تتعبوش معايا نفسيا، فخليكم مركزين في الفيديو. المهم بقى شلنا السجاد وشلنا المشايات والحاجات اللي في الاوضه، يعني الاوضه دي كبيره قوي اصلا، فتحسوا ان انا كده ايه بكنس، يعني ده جزء اللي انا بكنسه، ده جزء في جزء تاني، قطعتين تاني كده جنب مني. فالمهم يعني قلت بقى اكنس. بصوا المنظر ده، انا مستغربه ان والله تحت السجاد نظيف، ده اللي على السجاد، اللي هو قلت لكم انا نفضته كده 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 وانا وهو السجاد واقف، انتوا فاهمين، يعني انا نفضت السجاد في مكانه. بس الله المستعان بقى، قلت بقى امسك الارضيه اكنسها وهسيقها كده. حطيت بقى ايه، مسكت التراب الاول لميته، علشان خاطر ان احنا ايه، اهم من الشغل ظبط الشغل، وبعدين علشان خاطر ان احنا لما نكنس الاول، في ناس ممكن اسيق على طول، بس ما ينفعش لان انا منفضه السجاد مش مشفطاه. فقلت بقى ايه، اجيب شويه ميه في الجردل بتاعنا، تمام، واسيق الارضيه بقى، احس ان انا ايه، الارضيه نفسها رطبت شويه، يعني انا ارطب الارض كده، علشان كمان ان احنا في حر صعب، يعني اليومين دول صعب خالص في الحر. وقلت بقى ايه، عايزه ريحه الشقه بقى تبقى حلوه كده، فل قشطه كده. رحت جايبه ده، مش معطر، ده دوني بتاع الغسيل، بس عايزه اقول لكم طلع وهم في التسييق، اقسم بالله. اولا بيعطر الارضيه تعطير رهيب، وبتفضل ريحتها يعني اقوى من المعطر نفسه. انا لقيت ان الدوني اقوى من المعطر نفسه في التسييق، وكمان بتفضل ريحته ثابته في المكان، وبيلمع الارضيه معايا، بيخلي يعني الارض كده مزيقه كده ومنوره، على الرغم ان انا كنت بمسح بس مش بسيق وبكب ميه واسحب بمسحه وقصه كده، لان أنا هنا الكلام ده ما ينفعش في الشقه اللي انا فيها دي. الشقه دي مساحتها ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك يعني كبيره، فطبعا صعب مسافه يعني ان انا علشان املى ميه واكب واسحب بمسحه والقصه دي، عايزه توك توك رايح جاي عشان اجيب عشان اجيب ميه من الحمام للصاله. فان شاء الله احنا ندور على الفكره دي ونقدم نجيب توك توك في الصاله هنا. علشان خاطر ما نتعبش في المشوار رايح جاي. درج والله لا ما شاء الله ما شاء الله صاله كبيره قوي يعني، شقه يعني 180 متر يعني. فعارفين اللي هو لا شقه كبيره حلوه ولا شقه صغيره حلوه، هو الوسط معقول في كل حاجه الصراحه. بس الحمد لله ربنا يديمها نعمه يعني. إيه، وربنا يرحمنا من الايجار ويرحمنا من الحاجات اللي هي ايه، تعبانه نفسيا دي. بس المهم بقى قلت بقى اروق على الاوضه كده واظبط وافرش الحافظات الخفيفه، بحيث ان يعني ايه، عايزه احس بجو اللي هو الطراوه، لان انا فوق مني السطح ما فيش تكييف، ما فيش غير هي المروحه واحده، والمروحتين التانيين يعني عملوا بالعند معانا وفصلانين. بصوا حطاهم حتى على الديب فريزر جنبي اهو، في البتاع، لحد ما على صندوق على الديب فريزر باينين اهما، بصوا، لحد ما عودية يجي ياخدهم بقى يوديهم للراجل يشوف فيهم ايه، تقريبا من الركنة او حاجة، المواتير بتاعتهم بتريح، عايزة تتزيد بقى او ايه مش عارفة. بس ربنا يرحمنا بقى ويكرمنا بتكييف، ادعولي اجيب تكييف يا جماعة عشان اتكيف، لان انا كده هنا بصراحة الجو حر صعب، بس الحمد لله ان ربنا يهون علينا ان شاء الله. بس ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، فيديو بسيط وعودا حميدا، وادعوا لي بقى على الثبات، وادعوا لي ان انا اعمل لكم فيديوهات تشجعكم، وادعوا لي ان انا اعمل لكم حاجات حلوه كتير، وادعوا لاولادنا ربنا ينجحهم ويقويهم ويصبرهم على ما بلاهم في الايام الصعبه اللي هم فيها، لان بجد والله ولادنا بيمروا بحاجات اطول سنه دراسيه شفتها في حياتي، اقسم بالله. فالحمد لله على كل حال. كده بقى انا خلصت الاوضه ورشيت شويه معطر. تقولي وشك عامل كده ليه؟ ما اعرفش، رياكشنات وشي كنت مزعله لحد من العيال تقريبا، فوشي قالب بقى وماسكه ايه رياكشن عليهم. سلام عليكم.